بصوا بقى يا حبايبي، هنعمل سندوتش كده كفته كده ببطاطس ميكس كده تحفه مع السلطه بتاعتنا اهي، ومع الكفته اللي انا عملتها الجميله دي. بصوا جميله ازاي، حطينا اهو بطاطس اهو في عيش بلدي. بصوا الكفته، بصوا تحفه لون وشكل. بصوا اقطعها لكم كده من جوه، بصوا من جوه عامله ازاي. بصوا مفرغه وحلوه جدا جدا، مش مكتومه وهشه كده وجميله وطريه. بصوا طريه جدا اهي. هنعمل ايه بقى؟ هنحط سندوتش البطاطس كده، نحط سندوتش بلدي، نحط معاه البطاطس اهي والكفته، ونحط بقى السلطه الجميله اللي انا عملتها معاكم اهي. السلطه دي انا عملتها ازاي؟ السلطه دي تحفه 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 اهي. انا عملت ايه السلطه دي؟ انا عملت السلطه دي بصل شرايح وطماطم شرايح وشويه بقدونس، وحطيت لها دريسنج كده حلو او صوص كده حلو بتاعها. الصوص بتاعها عباره عن ايه؟ عباره عن ملح وفلفل فقط لا غير، وشويه سماق. السماق هتخلي الاكل معاكو تحفه، وهتخلي السلطه دي طعمها تحفه. بصوا سندوتش كده بيتكلم عن نفسه. بصوا عامل ازاي، بصوا بعمله حلو جدا. بصوا تاكلوا بقى السندوتش بألف هنا كده على قلبكم. قولوا لي بقى ايه رايكم. بصوا في منتهى الجمال. لو عجبتكم بقى الوصفه بتاعتي، يلا بقى نبدا الفيديو بتاعنا عشان نشوف عملناها ازاي وحطينا ايه فيها وعملنا ازاي وعملنا كل خطوه فيها ازاي ومقاديرها كانت ايه. ويلا بينا بقى نبدا على الفيديو، نخش على الفيديو مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. اهلا وسهلا بكم حبايبي هنا في قناتي، قناه مطبخ سلوى. يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل ايه مع بعض؟ قبل ما نبدا بس الفيديو كده بتاعنا، نصلي على الرسول ونقول عليه افضل الصلاه والسلام، ونبتدي بقى الوصفه بتاعتنا. هقول لكم بقى هنعمل ايه. هنعمل وصفه حلوه جدا جدا جدا، انا عن نفسي بعشقها وبعملها على طول، وبتبقى بالنسبه لي في التلاجة كده وصفه منجزه، وبحب اعملها واشيلها في الفريزر من ضمن الوجبات السريعه اللي انا بحب اجي من شغلي اطلعها اعملها على طول. ايه هي بقى الوصفه بتاعت النهارده دي؟ وان شاء الله هعمل برضو معاكم كذا حاجه كده تخزين لي في الفريزر بالنسبه للناس اللي بيشتغلوا يعني، والموظفين، والناس اللي بتبقى مثلا عندها دروس بعد كده في الدراسه مع اولادها، بيبقوا عايزين ينجزوا ويعملوا اي حاجه سريعه. هنعمل مع بعض فيديو حلو جدا، هجمع لكم كده كام حاجه فيه باذن الله الايام الجايه قرب المدارس كده، عشان طبعا المدارس هتبقى داخله، واحنا في المدارس بنحب نعمل اكلات سريعه واكلات خفيفه عشان الولاد بيبقى عندهم مذاكره ودروس والكلام ده، والموظفين بيبقى ما عندهمش وقت لكل الكلام بتاع الاكل بقى ان هو يجي يقف في المطبخ، بتبقي عايزه تطلعي حاجه كده خفيفه سريعه تعمليها بسرعه. هنعمل ايه بقى مع بعض؟ وصفه النهارده هعمل لكم النهارده كفته فراخ مشويه. تمام. الكفته دي انا معتمداها في مطبخي وفي تلاجتي، بصوا ما ببطلش ما اعملهاش. ان شاء الله هعمل برضو زي ما قلت لكم معاكم انواع برضو منها كتير. كفته الفراخ انا بعمل كذا طريقه لكفته الفراخ، هعمل معاكم برضو ان شاء الله الايام الجايه والفيديوهات الجايه بامر الله. بس النهارده بقى نتكلم عن وصفتنا الاساسيه اللي هي كفته الفراخ المشويه. تمام. انا مش هشويها على الفحم، انا هشويها على البوتاجاز عادي. معايا بقى المقادير بتاعتي ايه؟ بصوا هنا معايا دي في الكبه بصلايه كبيره انا ضرباها ومنعماها. معايا بقى هنا ايه هنحطه معايا؟ اللهم صل على النبي. معايا دي فلفلايه حمراء وفلفلايه خضراء وبقدونس، ممكن تستبدلوا البقدونس ده بكزبره، وفصين من الثوم. هضرب الحاجات دي كلها في الكبه، وبعد كده بقى هقول لكم هنضرب الفراخ ازاي وهنعمل مع بعض ايه وهنحط التوابل ايه. بس اول حاجه هعملها عشان بعد كده هضرب مطرح الحاجات دي الفراخ في الكبه، عشان ما افضلش اوسخ في الكبه واغسل المواعين وكده، تبقى كلها مره واحده، خطوه مره واحده. هضرب الخضار كله مع بعضيه، وبعد كده هضرب الفراخ في قلب الكبه في نفس الكبه، مش هغسلها. تاني سريعا كده مع بعض: بصلايه كبيره، فلفلايه حمراء، فلفلايه خضراء، عودين 3 كده بقدونس او كزبره خضراء، وفصين 2 من الثوم. هضرب كل الحاجات دي في الكبه وهرجع لكم بقى بعد كده. بصوا برضو انا هديكوا نظره كده على الحاجه وانا بضربها في الكبه عشان تبقوا شايفينها برضو معايا اهي للمصداقيه يعني اهي. بصوا هنعمل بتاعي كويس جدا. بصوا بقى يا حبايبي معايا الخضار بتاعي اهو بعد ما ضربته كويس في الكبه. معايا كده مصفى سلك وبصفي كويس جدا. بصوا مش عايزه نقطه ميه من الخضار تبقى فيه، ننزل كويس جدا الميه اللي فيه كويس قوي ونضغط كده بالاسباتيلا اهو.
بصوا انا عايزه الميه تنزل تماما من الخضار، مش عايزه نقطه ميه فيها. تمام اهي. بصوا بقى الميه دي الميه دي بقى مش هنيجي جنبيها، هنسيبها دلوقتي لحد ما يجي لها وقتها كده في الشغل، هقول لكم هنعمل بيها ايه. بصوا بقى معايا ايه بعد كده. الخلطه بتاعتي بتاعت الفراخ والتوابل اللي هحطها على الفراخ بتاعتي عباره عن ايه. اول حاجه في الاول خالص احنا عملنا ايه، ضربنا في الكبه بصلايه كبيره وفلفلايه حمراء وفلفلايه خضراء وورقتين 3 كده او عودين 3 كده من البقدونس او الكزبره وفصين من الثوم. ضربتهم كويس في الكبه وبعد كده حطيتهم على مصفى سلك وصفيتهم كويس جدا من الميه، ما خليتش فيهم اي سوائل، وركنت الميه على جنب وركنت الخضار على جنب. هنا بقى في الكبه عملت ايه، حطيت نص كيلو من البانيه طبعا مغسول كويس قوي ومصفياه من اي ميه فيه، مصفياه تماما. وحاطه بقى هنا عليه ايه اهو. بصوا حطيته طبعا مطرح البصل مطرح الخضار. حطيت دول ايه بقى، دول 4 معالق كبار من الدقيق، يكونوا 4 معالق كبار هرميين من الدقيق على نص كيلو ايه بانيه، وعليهم معلقتين كبار برضو هرميين من الايه من النشا. النشا حلوه جدا في الوصفه بتاعه الفراخ. اي وصفه فراخ كفته فراخ بتحطي فيها النشا بتخلي ملمسها حلو جدا وبتبقى هشه وبتبقى تحفه. انا مش بحط بيكنج باودر فيها ولا بحط ايه اي حاجه تخليها تبقى هشه، هي هتلاقيها هشه كده دلوقتي معاكم وهتبقى جميله جدا. بصوا بقى معايا هنا ايه البهارات بتاعتي عباره عن ايه. دي معلقه كبيره من الملح عليها بشر جوز الطيب، ودي معلقه صغيره من السماق. السماق حلوه جدا في كفته الفراخ، جميله جدا في الفراخ، استخدموها في اي وصفه فيها فراخ هتدعولي والله العظيم، هتدي طعم تحفه وطعم رائع جدا في الفراخ. ودي معلقه كبيره ماجي باودر، معلقه صغيره من الزعتر، معلقه صغيره بس مليانه شويه توم بودره، معلقه صغيره كاري، معلقه صغيره بصل بودره، معلقه كبيره شويه فلفل اسود، دي معلقه بابريكا صغيره بس مليانه ايه شويه. هنزل بقى بالايه بالتوابل بتاعتي دي على الكفته بتاعتي وهضربها طبعا حلو جدا، هنعمها. انا عايزه الكفته بتاعتي تبقى ناعمه وهضربها بالكبه وهوريها لكم دلوقتي. تضرب في الكبه، هضرب كده شويه فيها حلوين لحد ما تبقى كتله واحده مع بعضيها. اول ما تبقى كتله واحده كده مع بعضيها تبقى هي كده خلاص جاهزه ان انا اشكلها وايه واعجنها. بصوا بقى معايا اهو، بصوا بقت كتله واحده خلاص اهي مع بعضيها كلها اتجمعت. هشيلها بقى دلوقتي وهقفل الكبه بتاعتي واطلعها من الكبه وهوريكم بقى نعمل مع بعض ايه. بصوا بقى يا حبايبي اهي اتعجنت معايا حلو جدا. بصوا ملمسها حلو جدا مش بتلزق ولا اي حاجه اهي. بصوا حلوه جدا. اهم حاجه متخلوش فيها سوائل كتير، سوائل كتير هتخليها تلزق منكم. انا كانت في الاول ما كانتش بتنجح معايا وكانت بتفشل معايا بسبب ان انا ما كنتش بصفي الحاجه كويس ولا كنت بخليها متصفيه كويس الفراخ نفسها. نجيب بس الحته دي. بصوا اهي حطيت طبعا الخضار عليها، هعجن بقى الخضار كله كده، همكس كل الحاجه كده مع بعضيها، هعمل الحاجه كده ميكس كويس جدا اهي. لو حسيتوا ان هي معاكم طريه شويه ادوها معلقتين دقيق، الدقيق هيخليها تلم معاكم وتبقى حلوه مش بتلزق. وبعد كده بعد ما تعملوها وتعجنوها حلو كده زي ما انا هعملها دلوقتي اهو، ادخل كل المكونات في قلب بعضيها كده. حلوه جدا الوصفه دي وجميله جدا ومنجزه جدا جدا جدا. بس جهزيها كده في تلاجتك وخليها كده في الفريزر عندك، هتلاقيها معاكي حلوه جدا وهتنفعك في اي وقت انت خارجه وراجعه متاخره، راجعه من الدروس مع الولاد متاخره، راجعه من شغلك، هتنفعك جدا اهي. بصوا لما بارك اصلا بصوا عامله ازاي، بصوا شكلها ولا بتلزق ولا اي حاجه اهي. بصوا زي الفل. بصوا ملمسها اهي، بصوا ولا بتلزق في ايدي اهي. انا بس لابسه الجلافز وهو مضايقني شويه في الشغل، بس انا عشان ايدي فيها حساسيه فمش قادره ان انا ايه اعمل بيها حاجه. بصوا اهي، بصوا مش بتلزق خالص اهي. بصوا هعمل بقى ايه معايا. بصوا بقى فاكرين هسيبها طبعا دلوقتي ترتاح شويه بتاع حوالي نص ساعه وبعد كده ايه هصبحها. بصوا بقى فاكرين الميه اللي انا خدتها بتاعت الخضار اهي، عملت فيها ايه بقى الميه دي، طعمتها بقى ايه بعد ما صفيتها من الخضار كويس جدا.
حطيت عليها معلقه ملح، معلقه فلفل اسود، معلقه زيت، وخدت قلب طماطمايه تكون عندك طريه، او معلقه صلصه. فانا ما عنديش صلصه فحطيت مكانها قلب طماطمايه يكون ايه مستويه، تاخدي قلبها بس. تمام. هصبع بقى الكفته معاكم وهوريها لكم دلوقتي. بصوا بقى يا حبايبي، انا هصبعها اهو. لو عندك السياخ استخدميها اللي هي بتاعت الشوي. انا عندي السياخ بس ما محطوطه فوق في المطبخ فمش عارفه ان انا اجيبها. ده المسن اهو بتاع السكاكين، عادي ممكن تصبعي عليه. عندك عصيان الشيش طاووق برده صبعي عليه. بصوا الكفته، بصوا ماسكه ازاي على السيخ. بصوا انا لسه كل ده ما عملتش فيه حاجه، بصوا عامله ازاي اهي. هصبعها بقى كده. بصوا وانا بصبعها هديها ايه صباعي كده تشكيله كده اهي. بصوا ولا اروع من كده طعم، ولا احسنها كفته هتجيبوها من عند اي حته. بصوا اهي. في ناس ما بتحبش كفته الفراخ، وفي ناس بتقولك دي بتبقى وحشه وزفره، ولا فيها ريحه زفاره ولا فيها اي حاجه. يا جماعه اعملوا الحاجه صح واخدموها صح عشان تلاقوا منها نتيجه كويسه. بصوا اهي، بصوا عامله ازاي اصلا على السيخ. بصوا ولا واقعه ولا اي حاجه. هخلص بقى كل الكميه بتاعتي. معلش اخر حاجه بس قبل ما اوقف الفيديو معاكم، هاخد طبعا من الميه اهي، هبل ايدي كده وهديها ايه مسحه كده خفيفه. ليه انا عملت كده؟ عشان دي لو هتفرزيها بنفس الطريقه كده، لو هتفرزيها الزيت اللي على الميه ده مش هيخليها تلزق في بعضيها. هتيجي تفرزيها، وهفرزها برده معاكم وهوريها لكم. هتيجي تفرزيها وتحطيها جنب بعض، تيجي تطلعيها بعد كده هتلاقي الصباع مش ماسك في الصباع اللي بعديه ولا لازق. كل صباع هيبقى منفصل عن نفسه ومش هيبقى لازق في التاني اهي. طلعيها بكل سهوله بعد ما تفرزيها. بصوا تحفه. طبعا الميه دي برده انا هاخدها دلوقتي هسوي بيها، هوريها لكم دلوقتي واحنا بنسوي الكفته بتاعتنا. هسيب بقى انا كل الكميه دي هخلصها كده مع نفسي وهرجع لكم بقى دلوقتي تاني عشان ما اطولش الفيديو. بصوا بقى يا جماعه، بصوا شكلها عامل ازاي تحفه. بصوا عامله ازاي اهي. دي كل الكميه اللي طلعت لي من النص كيلو، عملت بالظبط 11 صباع وبواحد صغير خالص اهو. بصوا اهي. هنشيلها بقى دلوقتي في التلاجة او في الفريزر. هحطها في الفريزر دلوقتي عشان معايا تتجمد بسرعه. انا مش عايزاها تتجمد، انا عايزاها تمسك نفسها شويه، ترتاح شويه بمعنى اصح. هحطها بقى في الفريزر، اسيبها بتاع حوالي نص ساعه كده عبال ما الم لمتي كده بتاعه المطبخ بقى مواعيني وحاجتي. ولما اجي بقى اسويها واقول لكم بقى هنعمل فيها ايه. بصوا يا حبايبي الكفته اهي معايا. بصوا لما بارد، اللهم صل على النبي. بصوا عامله ازاي تحفه اهي. انا حطيتها في التلاجة نص ساعه بالظبط، مسكت في نفسيها اهي. وبصوا حلوه جدا. بصوا عامله ازاي. معايا بقى هنا طاسه تيفال اهي، فيها معلقه زيت واحده اهي. بصوا انا مش عايزه زيت كتير، انا عايزه معلقه زيت واحده. هنزل بقى عليها بالكفته كده. طبعا الطاسه ايه مسخنينها. معلش بقى البوتاجاز كان مقفول. بصوا انا مسخنه الطاسه المفروض كويس جدا اهي. هنزل كده بالكفته بتاعتي اهي. تحفه، ريحتها في منتهى الجمال، حلوه جدا. بصوا جميله 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 بجد يعني. ريحتها حلوه جدا والله لو عملتوها كده. وبصوا كمان لو فرستوها بالمنظر ده كده اهي. بصوا الزيت مخليها بصوا اهي مش ماسكه في بعضيها. بصوا تتزحلق اهي من على الحاجه. لما تيجوا تفرزوها زي كده في الفريزر هتلاقوا الزيت اللي عليها ده خلاها كل واحده بقت منفصله عن ايه عن التانيه. تمام. تعلموا كده يا جماعه ايه تظبطوا كده حالكم وتظبطوا كده ثلاجتكم وتظبطوا بيتكم كده بأبسط التكاليف. مش هتكلفكم حاجه. يعني انا الاكله دي كده النهارده بالظبط مكلفاني 100 جنيه 100 جنيه بالظبط. عملت ايه؟ جبت نص كيلو بانيه وكل حاجه كانت عندي. هعمل جنبيها شويه بطاطس محمره مقرمشين كده حلوين، وهعمل جنبيها دلوقتي شويه مكرونه برده بالصلصه سباكيتي، وهعمل شويه سلطه كده حلوين سلطه الطحينه، وهعمل لكم بقى جنبيها احلى سلطه هتاكلوها معاها. مش سلطه خضراء، سلطه كده يعني بصوا في منتهى الجمال. دي السلطه دي مع المشاوي بتتحط. هوريها لكم دلوقتي برده واحنا بنقدم الايه الاكله بتاعتنا اهي. هسيبها بقى تاخد وش تحمير حلو جدا، وهقلبها على الوش التاني واوريها لكم بقى ايه لما تطلع. بصوا بقى اللون بتاعها، بصوا عامله ازاي تحفه. قلبتها على اللون التاني اهو، على الوش التاني اسفه اهي. بصوا تحفه في منتهى الجمال.
هسيبها بقى تكمل سواها، وهقول لكم بقى التريكه اللي هعملها بقى فيها في الاخر خالص، ولما تتحمر هوريكم هعمل فيها ايه. بصوا بقى يا حبيبي، بصوا الكفته بتاعتي، بصوا لونها متحمره من كل ناحيه، لونها تحفه، بصوا عامله ازاي اهي، وريحتها قلب الدنيا، ريحتها في منتهى الجمال. بصوا كلها واخده لون ايه، لون حلو زي ما انتم شايفين كده. اخر بقى تركايه هعملها معاها اللي هي ايه، فاكرين الميه اللي انا كنت بصبع بيها الكفته اللي هي بتاعه الخضار، هنزل بيها كده على الكفته. بس بقى اللحظه دي مش قادره اقول لكم على الريحه وعلى الطعم هيبقى عامل ازاي. بصوا اهي، هنزل كده عليها بيها وهسيبها بقى تتشرب، هتطلع كده صوص حلو. بصوا انا مرضتش اشويها على الفحم عشان ايه، قلت بقى دخنه وكده، شويتها على الطاسه زي ما انتم شايفين كده. هسيبها بقى تشرب الصوص بتاعها ده، هتبقى في منتهى الجمال. هتشرب الصوص وهتشرب منها فيها، والصوص بتاعها هيشربها، هتشرب الصوص بتاعها، وهتبقى بقى في منتهى الجمال. بعد كده هوريها لكم بقى في الاخر خالص، هغرفها وهقدمها بقى مع المكرونه بتاعتي ومع البطاطس، وهوريكم بقى السلطه اللي انا هعملها معاها ان شاء الله. بصوا بقى، بصوا التوحه، بصوا اللون عامل ازاي بتاع الكفته، بصوا عامله ازاي صينيه، بصوا بتتكلم كده عن نفسها. بصوا يعني لو جربتوها بجد والله هتبطلوا تشتروا كفته اصلا من بره، اللي هي الكفته اللي بنجيبها من عند الحيتي، وهتعملوا دي وهتعتمدوها اوفر وارخص واطعم في الطعم وفي منتهى الجمال. بصوا عامله ازاي، بصوا قولوا لي بقى ايه رايكم فيها. بصوا تحفه. بصوا عملت هنا معاها اهي مكرونه بالصلصه اسباجيتي، ودي سلطه الطحينه اهي. بصوا عامله ازاي مكرونه تحفه اهي. بصوا المكرونه جميله جدا. الاسباجيتي يا جماعه زودوا فيها الصلصه عشان تديكوا طعم حلو. بصوا بقى السلطه اللي انا عملتها اهي، السلطه دي تحفه تحفه بجد، مفيهاش اي حاجه. حبه بصل وحبه بقدونس وحبه طماطم مقطعهم زي ما انتم شايفين كده شرايح طويله اهي. حطيت بقى عليها ايه الصوص بتاعها او الدريسنج بتاعها، حبه ملح وحبه فلفل وحبه سماق. السماق هي اللي هتديها طعم، والسماق هي اللي هتخليكي تاكلي الطبق كله من كتر ما هو هيبقى حلو معاكي. حلوه جدا 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 مع الكفته المشويه، سواء كفته لحمه سواء كفته لحمه او فراخ او بانيه. لو عامله بانيه وعملتيها معاها تحفه في منتهى الجمال. السلطه دي غنيه جدا وجميله جدا جدا جدا، وهتعجبكم جدا لو عملتوها جنب الوصفه دي. يعني اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه كده زي ما انا عاملاها بكل مقاديرها كده وبكل خطواتها وبكل المكونات والاكلات اللي انا عملتها جنبيها. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي ايه رايكم. قولوا لي بقى ايه رايكم في الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش طبعا تعملوا اشتراك للقناه وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس وتختاروا الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. واسيبكم في رعايه الله واقول لكم مع السلامه.